معنا إمام مسجد بنياس الشيخ أنس هيروت. مساء الخير سيدي، يعني كيف تقرأ اليوم جمعة الصمود وكسر الحصار، خاصة بأن هذه الجمعة جاءت كسر الحصار للمحافظات المحاصرة، وبانياس هي محافظة محاصرة والكل يهتف لبانياس. نعم، هذه المظاهرة اليوم خرجت، أو المظاهرات في سوريا بشكل عام، نعم، خرجت فداء لبانياس وفداء لما حصل من اعتقال ومن ضرب مكثف بالرصاص نعم، والقناصات على مدينة بانياس، وما سقط من شهداء وما جرح في هذا الأسبوع، وأيضا التعذيب الذي ناله أولئك المعتقلون نعم، على أيدي أجهزة الأمن، التعذيب والضرب المبرح والمكثف والمهشم، وقد بقيت آثار التعذيب الآن على الأبدان. ترى آثار التعذيب ما شيخ الجليل له الأبدان. نعم شيخ الجليل، لاحظنا هناك فيديو تعذيب، هل هذه الصور في بانياس؟ والله هذا غيض من فيض وقليل من كثير، والله هناك صور كثيرة، هناك والله أناس لا يريدون أن يظهروا ما عاينوه، وإنما يكتمونه في صدورهم، والله والأذى المعنوي الذي عاينوه هو أشد من الأذى البدني والجسمي. سمعنا نعم، أكمل شيخ، يعتذر. الأذى المعنوي من سب وشتم وانتهاك للعرض بالسباب والشتائم القبيحة والبذيئة، والله أنا أخجل من أن أنقلها، مع أن نقلها ليس بعيب، ولكن والله أنا أخجل، ما تعودت أن أنقل مثل هذا الكلام أو أن أتلفظ بمثل هذه الألفاظ. هي مسموعة شيخ الجليل، مسموعة على الفيديوهات هذه الألفاظ نعم. جميعها، لكن نعم. اسمح لي الآن، دوركم أئمة المساجد، نعم، يعني الدور الحقيقي الآن يعني ما هو لأئمة المساجد في بانياس؟ وكم هناك لقاءات بينكم وبين الجيش؟ نحن أئمة المساجد، نحن من هذا الشعب، نعم، نحن نعاني ما يعانيه الشعب، ونتألم ما يتألمه الشعب، جراح الشعب جراحنا، والله لا يمكن أن ننفصل عنهم ولا أن ننفك عنهم، فنحن صوتهم بإذن الله، صوت هذا الألم وصوت هذا الصراخ، ونحن هذا النزيف الدموي، هذا ما نحن نشتغل ونجهد دائما لأن نوصل هذه الحقيقة وهذا الواقع المر الأليم لكل الناس حتى يتضامنوا معنا. نعم شيخي. طيب شيخي، سمعنا من هناك ضغوط تمارس على أئمة المساجد. والله ليس هناك ضغوط، يعني إنما الضغوط هي من أجهزة الأمن، ضغوط أن يهدئوا الشعب، نعم، أن يطفئوا هذه النار التي انتشرت، نعم، وتوسعت دائرتها، هكذا يضغطون عليهم. نعم. شيخ الجليل، لا أعرف إن كنت أنت مع من التقوا بوفود رسمية من الجيش. أنا ما كنت معهم، ولكن وصلني كل شيء. أرجو أن تبلغنا ماذا حصل. نعم، أنهم اتفقوا على أن لا تقام مظاهرة في بانياس أبدا، مقابل أن يفرج عن المعتقلين، يعني هذه مطالبنا كانت، أن يفرج عن المعتقلين جميعا، طبعا ولم يفرج عن كلهم، بقي هناك عدد، وأيضا مطالب بانياس بشكل عام، وأيضا العفو الكلي عن كل ما حصل من أول يوم إلى الآن، وعدم اعتقال أحد من الآن إلى ما بعد، عدم اعتقال أحد، وعلى أن يدخل الجيش فقط بلا أمن، بلا قوات أمن، يدخل جيش مدينة بانياس بلا قوات الأمن، لأن نحن مشكلتنا مع قوات الأمن،
ليست هناك مشكلة مع الجيش. الجيش الآن يأكل ويشرب مع الناس، يجلس على مائدة واحدة، يسمر ويسهر مع الناس ويتسامر ويتحدث معهم. والله مسرورون الآن كل الناس يتصلون بي فرحين بالجيش، ولكن المشكلة مع قوات الأمن. نعم. 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 شيخي أنس عيروط إمام مسجد في بنياس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومعنا